حملت هزني وطلقني وجاوني تهديدات. مدينة القنيطرة وعلى المغرب كامل معروف هو وعائلته، ماشي أي عائلة. هربت وانا عندي 3 شهور في كرشي، حتى واحد ما حس بيا من غير مهمتي. من مورا عام جا خطبني من دارنا وعندي كل ما يثبت، عندي تصاور، عندي ميساجات مكتوبين. نهار حملت هزني وطلقني وجاوني تهديدات خايبين. خويت المغرب، هربت وانا عندي 3 شهور في كرشي. مشيت وقاسيت وتعذبت وولدت داك الولد، و12 عام وانا كنعاني في صمت. حتى واحد ما حس بيا من غير مهمتي، حتى واحد ما عرف كيتي على مكويه 2 كويات. وهذا السيد يعني راه بخير عليه، ماشي بخير عليه واكثر من بخير عليه، من اعيان، من الناس اللي الفوق بزاف. مدينة القنيطرة، من مدينة القنيطرة وعلى المغرب كامل معروف هو وعائلته، ماشي أي عائلة. هاد السيد دمرني أنا في حياتي، دمر لي الولد وما بغى يدير معنا حتى شي حل. حاولت معاه جميع الطرق باش ما نخرجش للإعلام وما نعطيش هاد الصورة هادي، ولكن ما لقيتش حل واحد آخر. أنا كناشد جلالة الملك اللي هز لنا الراية الجالية المغربية ومكبر بينا، وفين ما مشينا راسنا مرفوع في أوروبا. كناشد القضاة، كناشد محكمة الاستئناف والجمعيات. أنا حل بابي وطالبة يد المساعدة من الشعب ومن الرأي العام ومن القضاة ومن أي واحد يجي يعاونني. أنا حل ليه يد المساعدة. ديروني بنتكم، ديروا هاد الولد، ما بقاش ولدي بوحدي ولا ولد المغرب كله. كي داير نمشي ديال ولدك الان؟ ولدي مني كان صغير كنت كنخبي عليه بزاف الامور. ولدي دابا كيقرا في الكوليج، كيمشي مسكين يقرا، تيقولوا ليه فينا هو باك، شكون هو باك، كيفاش انت عندك سميك نية امك. الولد كيجي عندي للدار كيبكي، تيقول لي يا ماما انا عارف با، وكنهضر مع عمامي علاش با ما باغينيش. الا كان عندك ماما شي مشكل معاه، نتوما كبار، انا ولدو، علاش كارهني، علاش كيدير ليا بحال هكا. وانا ما عنديش الجواب. تنقول له ولدي الا ما خديناش حقنا في الدنيا كاينه العداله الالهيه، ولكن انا عندي يقين في بلادي، وعندي يقين في العداله المغربيه. ما غيضيعوش حق هذا الولد وما غيضيعوش حقي. انا ما بغيت والو، انا كنطالب بلا ديان بالحق ديال الولد. انا ما بغيت منه حتى شي حاجه. الولد ديالي ما بغيتوش يضيع، ما بغيتوش يكون ضحيه ديال واحد الاب متكبر، واحد الاب اللي اعتبرنا بحال الحشرات، واحد الاب اللي تيقول هادوك ما كاينش ما عندهم حتى وجود. واش خايف على السمعه ديالو هو؟ ما عارفاش اخويا، الا كان خايف بناتو عارفين، خوتو عارفين، عائلته كلهم عارفين بالقصه، والناس د قنيطره اللي كانوا عارفيني وحاضرين الخطوبه عارفين قصتي وكلشي. هاد القصه معروفه، ولكن معروفه في صمت. عمر شي واحد ما قدر يتجرأ ولا يقول صوت الحق. عندي اوديوات، عندي كل ما يدل، عندي كل ما يثبت بان هاد الولد معترف به من طرف عائلته ومن طرف باه. ولكن باش يعترف به في المحكمه ولا قانونيا تيقول لي اللي في جهدك ديريه، انا ما غندير معاك حتى شي حل. اللي في جهدك ديريه حيت ما غتوصلي حتى شي نتيجه. وكنقول له انا بجهد الله والنبي رسول الله والمحكمه والقضاة والعداله المغربيه حقي غناخدو باش ما بغى هذاك الولد ما غاديش يضيع. وعاش الملك، عاش محمد السادس، الله يخلي لنا تاج فوق راسنا.